أصبح واحد من الأسود المغربية، خاصنا نتعرفوا عليه أكثر ونشوفوا القيمة ديالو وكيفاش قدر يلعب مع 3 أندية كبيرة في أوروبا وأسرار البدايات ديالو في إسبانيا والعديد من التفاصيل. لذلك ضروري نبداو القصة من الأول. تأكد أنك دعمتينا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا نوصلوا ل 200 ألف مشترك قبل نهاية السنة، وما تنساوش أن المسابقة مستمرة وغيكون سؤال في آخر الحلقة. ودابا نبداو على بركة الله. القصة بدات في اليوم الثالث من شهر غشت سنة 1999. شمس نهار جديدة غتشرق على المدينة العريقة مالاغا وغتعلن معها على ميلاد إبراهيم عبد القادر دياز، طفل من أم إسبانية وأب مغربي، حيث هاجر جد إبراهيم من المغرب لإسبانيا وتم تزاد الأب ديال إبراهيم السيد عبد القادر بائع السمك البسيط اللي ما كانش عارف أن الابن ديالو غيكون موهبة اللي كتهضر عليها المدينة كاملة في سنوات قليلة من بعد. قصة إبراهيم مع الكرة بدات في شوارع وأحياء مالاغا، ومن بعد ما انتبهوا والديه لموهبته قرروا يسجلوه في أكاديمية نادي مالاغا سنة 2010، بحيث غيتعلم دياز أبجديات الكرة في واحدة من أفضل الأكاديميات بإسبانيا. إبراهيم وبعد فترة قصيرة داخل الأكاديمية ولا أهم موهبة عندهم، ولفت انتباه المسؤولين بالنادي اللي قرروا يعطيوه الرقم 10، رقم اللي كيكون عند لاعبين قلال شرف ارتداؤه بأكاديمية نادي الأندلسي وما كيتعطاش لأي واحد. ميسي مالاغا، اللقب اللي عطاتو جماهير مالاغا للموهبة اللي جرات الانتباه بفضل المهارات ديالو العالية وقدرته على المراوغة وتسجيل أهداف خارقة مقارنة بعمره الصغير. وبدات الهضرة عليه في شوارع المدينة بأنه نادي مالاغا عندهم ميسي ديالهم داخل الأكاديمية. المهم من بعد ما لعب في جميع الفئات السنية مع هذا النادي ما جذبش ليه انتباه جماهير ومسؤولي مالاغا فقط، بل حتى كشافي كبار الأندية العالمية اللي قدموا ليه عروض مهمة آنذاك. لكن هو اختار نادي مانشستر سيتي اللي قدروا يخطفوه من باقي المتربصين مقابل 350 ألف دولار سنة 2013 في العمر ديال 14 سنة. خطوة يمكن اعتبارها عملاقة في مسار لاعب باقي شاب وغينتقل النادي في مرحلة بناء جديدة ومليء بالمواهب الكبيرة، ودوري اللي كيمتاز بالالتحامات البدنية القوية والريتم السريع والمنافسة الشرسة وأجواء اللي مختلفة تماما على إسبانيا، أمور اللي من المفروض على إبراهيم يتأقلم عليها وإلا ما غيقدرش يثبت راسو على مدرب كبير بقيمة بيب غوارديولا. إبراهيم دوز موسم مع فريق الفتيان ثم تم التصعيد ديالو لفريق الشباب في صيف 2015، العام اللي غيوقع فيه أول عقد احترافي ليه مع السيتي وتم الاستدعاء ديالو للفريق الأول في مباراة وحدة، ثم رجع للفريق الأقل من 18 سنة وبعد المرات كان كيلعب مع الرديف. بقى على هذا الحال حتى الموسم 2017-2018، العام اللي غيطلع فيه للفريق الأول رسميا، لكن غيعيش معاهم فترة صعبة بسبب عدم المشاركة بشكل شبه كلي في مباريات الفريق الأول، بحيث خدا الفرصة ديالو في 5 مباريات فقط في الدوري وبمعدل دقائق قليل ما ساهم فيها بحتى هدف. وفي موسم 2018-2019 غيشارك في 3 ديال المباريات من كأس الرابطة غيسجل فيها هدفين. المهم في المجموع خدا الفرصة ديالو في 14 مباراة فقط خلال 3 مواسم، لكن اللي نقدروا نقولوا انه استفاد بزاف من هاد التجربة وزاد طور من راسو اكثر. وما نساوش انه ربح لقب الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2017-2018. واخا غوارديولا ما كانش كيعطيه فرص بزاف، لكن كان كيصرح دائما انه معجب بالمستوى ديالو، وقال في احد المرات انه غادي يدير المستحيل باش دياز يبقى معاهم. لكن التجربة ما كانتش كيف ما بغى ابراهيم وبقى كيتسنى فرصة للمغادرة باش يغير هاد الوضع، الفرصة اللي غتجي من عند الفريق اللي كان دياز كيحلم يلعب معاه منذ الطفولة، ريال مدريد. فعلا النادي الملكي غادي يتعاقد مع ابراهيم دياز ب 17 مليون يورو وبعقد كيمتد حتى لسنة 2025. ابراهيم كان قال ان الحلم ديال الطفولة ديالي تحقق، وفاش بغيت نغادر السيتي كان عندي 3 خيارات، الاولى ريال مدريد والثانية الريال والثالثة ريال مدريد، ودابا باغي نقدم افضل ما عندي ونرد لهم الجميل والثقة اللي عطاوني هنا. في مدريد كانت البداية مزيانة وشارك دياز في اول 2 مباريات من الليغا، لكن سرعان ما غيولي احتياطي بحكم المنافسة الكبيرة اللي كاينه في خط وسط ميدان الفريق وفي ظل تواجد ثنائي الاسطوري الميرينغي توني كروس ولوكا مودريتش. وبالرغم من ان دياز كيلعب حتى في الاجنحة ما قدرش يفرض راسو في التشكيلة الاساسية ولعب طيلة الموسم 9 مباريات فقط في الدوري، سجل فيها هدف واحد وتمريرة حاسمة وانهى الموسم مرة اخرى
بالتتويج بالدوري الإسباني وكأس السوبر. أما في الموسم الثاني غتعطاه الفرصة في 6 مباريات فقط في الليغا وبدون أي مشاركة في المسابقة الأعرق دوري أبطال أوروبا. إبراهيم بطبيعة الحال ما غيعجبوش الحال وغيقلب على شي حل من أجل المغادرة. فريق من حجم الريال صعيب بزاف تلقى فيه مكان في البدايات ديالك، فما كان أمامه إلا يشوف العروض أو الأندية اللي مهتمة به، وكان أهمها العملاق AC ميلان. الأسد الجديد عجبو عرض ميلان وغيمشي لهم سنة 2020 على سبيل الإعارة، وقبل طبعا باش ياخذ الفرصة الكاملة ويلعب رسمي، ومنها حتى إدارة ريال مدريد تراقب التطور ديالو في دوري قوي. إيطاليا جنة كرة القدم كانت فيها الخير على إبراهيم اللي غياخذ فيها الفرصة ديالو اللي كان كيتسناها من شحال هادي باش يبين على القدرات الكبيرة اللي عنده في تسجيل الأهداف وصناعتها. في الموسم ديالو الأول في إيطاليا غيسجل 4 أهداف وغيقدم 3 تمريرات حاسمة في 27 مباراة و3 أهداف في 10 مباريات في الدوري الأوروبي، ولا من الركائز المهمة في ميلان، وحتى الجمهور كان راضي على الأداء ديالو، الشيء اللي خلى مسؤولي الفريق الإيطالي يطلبوا من إدارة الريال أنهم يخليوا لهم إبراهيم كإعارة مرة أخرى، لكن هذه المرة لمدة موسمين ومع أحقية شراء مقابل 22 مليون يورو. فما كان أمام إدارة ريال مدريد إلا تقبل هذا العرض وتخليه يزيد ياخذ خبرة أكثر. ميلانو عاصمة الموضة، البلاصة اللي غيلقى فيها دياز الفرصة فين غادي يتألق، وغيدوز مع ميلان أفضل موسم في مسيرته الكروية، غيساليه بالتتويج بلقب الدوري الإيطالي الغائب على خزائن الفريق لسنوات طويلة، وساهم فيه ب3 أهداف و3 تمريرات حاسمة، ولعب 5 مباريات في دوري أبطال أوروبا وسجل فيها هدف. مشوار التألق اللي بدا ابن مالاغا مع الميلان غيستمر الموسم آخر، موسم عودة الميلان للمربع الكبار بدوري الأبطال بعد غياب على هذا الدور دام 11 سنة، إنجاز اللي ساهم فيه دياز بتسجيل هدف التأهل ضد توتنهام في دور الثمن النهائي. أما في الدوري الإيطالي فغيكون هذا الموسم هو الأفضل ليه بالأرقام، حيث سجل 6 أهداف وعطى 7 تمريرات حاسمة بمجموع 13 مساهمة تهديفية. ما شاء الله لعب مع الميلان 124 مباراة كاملة وسجل فيها 18 هدف و15 تمريرة حاسمة، وكان أداؤه كبير في معظم المباريات. لاعب سريع بزاف كيعجبو يراوغ ويخلق مساحة لراسو من أجل التسديد أو التمرير، تكتيكيا منضبط وكيتبع تعليمات المدربين، وحتى دفاعيا كيساعد بزاف بفضل الحماس والحركية ديالو الكثيرة داخل الملعب، والميزة الأفضل أنه قادر يلعب كوسط ميدان هجومي وأيضا في الأجنحة. إبراهيم بعد التتويج مع ميلان باللقب الدوري الإيطالي غيصبح من اللاعبين القلال تاريخيا اللي توجوا بألقاب الدوريات الثلاث الكبرى، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي. قدر إبراهيم يجمع بيناتهم ب3 في إنجاز تاريخي. الرحلة ديالو مع ميلان غتسالي بنهاية موسم 2022-2023، بحيث قررت إدارة الفريق عدم تفعيل بند خيار الشراء، وبهذا غادي يرجع دياز لقلعة البرنابيو مرة أخرى. المسيرة الاحترافية لإبراهيم عبد القادر دياز يمكن اعتبارها ناجحة لحد الآن، لكن دوليا إبراهيم لم يحسن الاختيار بعد ما قرر يمثل المنتخب الإسباني. خذ الفرصة في مباراة واحدة فقط مع المنتخب الأول سنة 2021. أما مع الفئات السنية فلعب مع فئة أقل من 17 سنة وأقل من 19 سنة، ومع المنتخب الإسباني الأقل من 21 سنة لعب 7 المباريات. وباش نكونوا صريحين، إبراهيم من ديما كان كيلمح أنه باغي يلعب مع منتخب إسبانيا، لكن هادشي ما منعش الجامعة الملكية والركراكي أنهم يحاولوا مرة أخرى بعد ما حاول المدرب السابق رونار وأيضا خليل وزيت، لكن المحاولة هاد المرة لحد الآن نجحت. وقبل ما ندوزو للأسباب خاصنا نوضحوا علاش الجامعة كتحاول في كل مرة تقنعو. أولا قيمة هاد اللاعب والإضافة الكبيرة اللي غيعطيك سواء إعلاميا أو تسويقيا أو كرويا، زيد على ذلك اسم كبير من قيمة دياز غيفضل المغرب، هادشي غادي يزيد يفتح المجال أكثر للمواهب الصاعدة ولاعبين آخرين أنهم يختاروا المغرب بدون تردد. وأيضا شيء جميل يكون عندك في المنظومة لاعب قادم من نادي كبير بقيمة ريال مدريد، هادشي وبالإضافة إلى عدة أسباب فنية وتقنية كتخلي الجامعة تحاول تقنعه في كل مرة. أما إبراهيم الآن ما ترددش واختار يحمل قميص المنتخب، والأسباب أولا طريقة إقناع وليد والتواصل معه بطريقة أفضل، ثانيا المكان اللي وصل
ليها المنتخب عالميا، والاسماء الكبيره اللي ولات كتختار المغرب حتى هي غتكون عامل خلاه ياخذ هذا القرار. وما نكروش ان تهميش ابراهيم من طرف الاسبان غيخليه يعاود النظر في القرار اللي خدا واللي كان مصر عليه من البدايه بتمثيل بلد النشأة. اما الان غير البوصله للمنتخب المغربي بعد عده لقاءات مع مسؤولي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وربان سفينه الاسود وليد الركراكي. واخر لقاء بيناتهم كان في مباراه ريال مدريد ضد ريال سويسيداد، لكن هاد المره اللقاء ماشي من اجل اقناع ابراهيم، بل وليد بغى يشاهد تحركاته في الملعب مباشره كيف ما كيدير مع باقي لاعبي المنتخب ويشوف كيفاش يقدر يوظفه والادوار اللي يقدر يعطيه. كيف ما قلنا جميع المؤشرات تتبين ان ابراهيم مغربي وغيحمل قميص المنتخب. اولا وجوده في المغرب بين الرباط وطنجة في ذاك الوقت بالضبط من سنه ماشي صدفه. ثانيا جميع الصحف الموثوقه كتقول ان المغرب فاز بهذه الموهبه والخطه الان هي يكون واجد في كاس افريقيا القادمه. اما السبب اللي خلاه ما يكونش في اللائحه الاخيره فهو مشكل اجراءات تغيير الجنسيه من طرف الفيفا وتسويه الوضع ديالو الدولي، وهذا السبب نفسه اللي خلى وليد يأجل الندوه الصحفيه من اجل الاعلان على اللائحه الاخيره يومين على الموعد اللي كان محدد ليها. المشكل الوحيد اللي يقدر يواجه ابراهيم هو توقيت كاس افريقيا اللي غيكون في وقت صعيب يفرط فيه نادي ريال مدريد، وصعيب ايضا على لاعب كيحاول يفرض راسه في نادي عريق ومليء بالاسماء الكبيره. لكن الصحيفه الشهيره ماركا اكدت انه غيكون في منظومه وليد يا اما في تجمع اكتوبر او نوفمبر، وان شاء الله يكون في توقف اكتوبر. وهذا التوقف غادي يكون فرصه لابراهيم للمصالحه مع الجمهور المغربي واثبات ان تمثيل المغرب جاء نتيجه رغبه حقيقيه في تبليل القميص الوطني وماشي فقط من اجل تلميع المسار ديالو شخصيا. وبغض النظر على كل ما فات يبقى دياز ربح كبير بزاف للمنتخب وغيزيد يشعل المنافسه اكثر في وسط الميدان. فنيا غادي نحتاجوه بزاف، وحتى الخبره الكبيره اللي عنده باللعب في 3 دوريات كبيره مختلفه غتسهل عليه التاقلم مع الاجواء الافريقيه. اما شخصيه ابراهيم شخصيه هادئه وخلوق منضبط جدا وما فيش المشاكل، وهذه من اهم الامور اللي خاص تكون في المنتخب. واخيرا نقدروا نقولوا ان مسلسل ابراهيم دياز مع المنتخب وصل للحلقه الاخيره، وكل المؤشرات والمصادر الموثوقه كتاكد انه غيحمل قميص المنتخب المغربي، والاكثر من ذلك انه كان من المحتمل يكون مع المنتخب في التوقف الاخير. لكن علاش ما كانش في اللائحه؟ وعلاش ابراهيم جا للمغرب وزار كل من الرباط وطنجة؟ وشنو هي الاسباب اللي خلاته يختار المغرب بعد سنوات من الرفض؟ اسئله كثيره كتدور في عقل كل محب للمنتخب، وحنا هنا باش نجاوبوا عليها وغنكونوا صريحين في قضيه ابراهيم. لكن مادام هذا البطل